السلام عليكم. ولاء عبد العزيز معاكم، صاحبة ومؤسسة بكار المنصورة، كل ما يخص معالجات الشعر والبشرة. ومعايا سؤال النهاردة، كانت في بنوتة زعلانة وبتكلمني وبتقولي أنا وزميلتي عملنا شعرنا تقريبا بنفس المادة وعند نفس المتخصصة، أنا طلع وحش جدا وهي طلع حلو جدا، وكانت مستغربة وبتقول ده احنا يعني نفس المادة ونفس المتخصصة ونفس الأدوات المستخدمة، ليه أنا يطلع وحش قوي او كانه ما تعملش او هايش قوي او باظ على طول في خلال الشهر الاولاني؟ زميلتي الى الان كانه لسه معمول. وتاني كده بنرجع لنفس النقطة اللي انا دايما بتكلم فيها، ان الحالة الصحية للشعر والبيزك الرئيسي للقصة دي كلها هي الحالة الصحية للشعر. كل ما تكون الشعرة أقرب لسليمة، مفيش فيها تقصف، مفيش فيها صبغات، مفيش فيها أي كيميكالز، بتكون النتيجة أفضل بكتير. و90% من المشاكل دي بتتحل مع قص الطرف. وبرغم إن كتير جدا بيقف قدامي في الحتة دي أو بيقف قصادي في الحتة دي حتى بعض الأطباء للأسف، ولسه كان معايا حالة امبارح او اول امبارح، حالتين بيعالجوا شعرهم تقريبا عند دكتور او كده. طبعا مروحهم للدكتور في حد ذاته ملوش اي 60 لازمة، لان عندهم الفروة سليمة، ولكن هم ما بيقصوش خالص، والشعر مقصف جدا جدا وبيقطم جامد جدا جدا، واداهم مادة على اساس يعملوها وحذرهم من القص. وانا بصراحة طالعة المرة دي بناشد الأطباء دول، أنا عايزة أي صيدلي أو أي طبيب جلدية أو تحاليل أو أي حاجة من الدكاترة اللي رافضين القص يتواصلوا معايا ضروري. عايزة أعرف وجهة نظرهم فيها إيه. وبعدين في منهم أنا تواصلت فعلا مع بعض الدكاترة، قالوا إن إحنا بنعمل بعض المواد اللي هي بتلعب في حتة ان هو بيرطب الموضوع وبيلطف خالص المقصف، وبيشتغل على المقصف بحيث تبقى الشعر حنينة وما تتقطمش. انا بس عايزة اقول ان هي حتى لو ما تقطمتش في الوقت الحالي وحصل لها ترطيب، هيكون ترطيب مؤقت، وده مش حل جذري للقصة، وده مش حل جذري. وبعدين اديهم بقى بروتين عليه معرفش ملطفات او هي في النهاية معاملات حرارية ومواد فيها نسب احماض لا يتحملها اطلاقا الشعر التالف. ولذلك انا دلوقتي بتكلم، لو في اي دكتور او اي صيدلي ضد القص، ضروري يخش معايا في مناظرة، وانا عندي استعداد اقعد معاه ونحل الموضوع ده، لان انا بتعارض جامد جدا مع الدكاترة دول، وخاصة ان في عملاء كتير من عندي بيروحوا الدكاترة، وانا خدت بالفعل بعض النمر وهتواصل معاهم، ويا سلام لو يطلعوا معايا كده ونتكلم في الموضوع ونحله مع بعض بشكل علمي بدل الخناقات دي. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، وهكون معاكي فورا ان شاء الله خلال 24 ساعة.